رمضان يا باب السماء ويا منى للتائبين على هلالك تعقد. عندما يقول ولا يكلمهم الله، أي لا يكلمهم الله الكلام الذي وعد به عباده الصالحين. ألذ نعيم في الجنة نعيم كلام الله. ألذ نعيم في الجنة ليس طعام ولا الشراب ولا ما تسمعه من طرب ولا ما تراه من جمال الحور العين ولا شيء، وإنما ألذ شيء أن يسمعك الله كلامه قولا واحدا. هذول محرومين منه. هذا معنى كلام الله عز وجل، الباري عز وجل. طيب ما الدليل أنه ألذ شيء وأمتع شيء كلام الباري عز وجل؟ قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني شيء أهم. نعم يفاجئهم. نعم